الموقف كان واضح وضوح الشمس. هم غلطوا في حقي والموضوع مش محتاج تأويل. قررت المرة دي إني مش هسكت، هروح وأواجه بكل هدوء وأقول أنا اتضايقت من التصرف ده. وفجأة السحر حصل. في ثانية اتحولت أنا من صاحبة حق لبنت قاسية وما عندهاش دم. فجأة الموضوع ما بقاش عن غلطتهم، بقى عن قلة أدبي إني فكرت أعاتب. اللي حصل ده تكتيك دفاعي نرجسي، بيبدأ بإنكار الغلط وبعد كده الهجوم، وفي النهاية قلب الأدوار. هما يبقوا الضحية وانت الجانية. الهدف منه إنه يخليكي تتلخبطي وتنسي حقك وتعتذري انت في الآخر عشان تنهي الدراما. لو لقيتي نفسك بتعتذري عن حاجة هما اللي عملوها، وقفي فوراً. مش مطلوب منك تدافعي عن حقك قدام ناس قررت تلبس قناع الضحية عشان تهرب من المسؤولية. خليكي واعية للعبة وما تسمحيش لدموع التماسيح إنها تغرق الحقيقة. سلامك بيبدأ لما تبطلي تحسي بالذنب تجاه ذنب ما عملتهوش.